سيداتي انساتي سادتي، اهلا وسهلا بيكم. النهارده انا اللي هقدم، فمبسوط جدا. عندنا تحدي النهارده، هنعمل فيديو في 5 دقايق بس بكل اللي فيه بسلطات وبابا غنوج. هنتكلم عن ايه بقى؟ هنتكلم عن الحضور او البريزنس، اللي هو عكس أو النتيجه اللي احنا عايزين نوصل لها. من كلامنا في الفيديوهات اللي فاتت واحنا بنتكلم عن البليفز، بنتكلم عن الاوتو بايلوتس، فاللي احنا عايزين نوصل له في الاخر حاجه اسمها البريزنس. ايه بقى هو البريزنس يا استاذه نهى؟ بسرعه برضو. طيب اوكي، البريزنس هي الحاله اللي بنبقى فيها لما ما نعتمدش على الحاجات اللي متخزنه جوه، او الحاجه اللي انا واخد عليها، او الحاجه اللي ببقى حاسس ان هي اللي بتعمل لي الامان، او كل الحاجات دي. فهي بتبقى حاله فيها ريلاكسيشن اكتر، فيها يقين اكتر، فيها سرندر، او يعني ايه سرندر؟ تسليم. يعني اللي هو ان مثلا بيحصل نفس الموقف تاني، بس لا انا مش حاسس ان انا عايزه اعمل نفس ردة الفعل، انا عايزه اعمل غيرها. ده بيبقى من المميزات بتاعته. انت بتكتشف انت في حاجات فيك اصلا اوريدي اتغيرت، وبيجيب حلول مبتكره غريبه رهيبه ما بتتخيلش ان هي تطلع منك اصلا، وبيقوي السترينث بوينتس اللي عندك، ان انت اصلا بتبقى حاسس ان هي، انا عماله اتكلم بسرعه، اللي انت بتبقى ممكن تبقى هيدن عنك، او ان هي تبقى في بلايند سبوت معين. اوكي تمام. البريزنس يعني عكس الاوتو بايلوت. طيب الاوتو بايلوت كان بيحصل فيه ايه؟ انا كنت في حد ممشيني، حد ده جوايا، النفس اللي جوايا دي نسميها النفس، نسميها الذات، نسميها الايجو، نسميها اي اسم. بس انا مش ان كنترول اوف ماي سيلف، انا مش كونشس، مش واعي، انا مش بريزنت، مش حاضر. البريزنس ان انا دايما في سؤال بسأله لنفسي وبجاوب الإجابة اللي المفروض على الأقل، مش شرط تطلع الإجابة الصح، ما فيش حد يبقى ملاك، بس أنا سألت السؤال وجاوبت وبعدين اتصرفت. ومن هنا بتيجي بقى فكرة إيه؟ فكرة إن اللي بيسموه الحضور ده، البريزنس ده، إن أنا ساعتها كأني بتصل بربي، لأن أنا شلت حجاب النفس او الذات دي عن النور الالهي اللي ربنا حاطه فيا. مش ربنا بيقول ونفخت فيه من روحي؟ اوكي، يبقى ايه اللي بيخليك خايف تبقى بريزنت؟ نفس الكلام اللي قلناه قبل كده بقى. اولا خايف ان البليفز اللي اتسقت جوايا ابقى خايف عليها ودايما اتصرف بيها. الاوتو بايلوت اللي انا اتولدت وعشت وشغال بيه برضو على اساس ان ده اللي بيحميني وبيدافع عني، هو ده اللي هيجيب لي، مع ان سبحان الله انا طول عمري ماشي بالاوتو بايلوت ده وما جبتش حاجه، مفيش اي حاجه بتحصل. كبرنا يا جماعه، مفيش اي حاجه بتحصل. فالحضور او البريزنس ان انا لا اقف وقفه، ستوب، اوبزرف. الصوت ده جاي لك منين؟ في اصوات طالعه من جوه، في صوت بتاع الذات والنفس والايجو والهوى، وفي صوت بتاع النور الالهي وصوت الانر ويزدم اللي جاي من ربنا سبحانه وتعالى. اسمع الصوتين واعرف. الاول لما تيجي تسمع مش هتسمع الاصوات دي كويس، ممكن اصلا ما تبقاش سامع، تبدا تسمع الاصوات، بعدين تسمع صوت واحد عالي، وبعدين تبدا تسمع كلام الصوت اللي هو انا سامعك، سامع الصوت اللي بيقول لي خليك اوتو بايلوت، بدا اسمعه بس لسه بسمع كلامه. فده اول خطوه، ان انا ابدا اسمع الاصوات، وبعدين بعد كده اميز واسمع كلامها او ما اسمعش كلامها. اوكي، اخر حاجه صغنونه من الحاجات اللي بتصعب قوي البريزنس، ان احنا تاني نفس النقطة، ما بنصدقش ان احنا مش نفس اللي كناهم. يعني انت ممكن موقف صغير قد كده فعلا يغير جواك حاجات كتيرة جدا انت مش واخد بالك منها خالص، وتبقى عمال بتضيع على نفسك فرص وبتكرر في نفس اخطاء وكان ممكن كل ده ما يحصلش فعلا. فاحنا عندنا هنا صورة ذهنية ان انا نفس الانا، لا كل دقيقه بتعدي علينا يا جماعه احنا بنتغير. هات كده نفس شخصيتك من مش هقولك من سنين، والله العظيم من شهرين هتلاقي نفسك كنت واحد تاني خالص. فالبريزنس هو اللي بيحميك انت تبقى الداونلودز دي شغاله وتبقى ابلايد اول راجع اتاكد بس. يس. حتى اللي انت لما راجعت وتاكدت وغيرته راجعه تاني، حتى تطبق الدروس المستفاده، ما تبقاش بتبتلى في طيس. صحيح. الابتلاء ما يبقاش في طيس. بسرعه الفنفنه